رسميا راس احلى واجمل خبر ممكن تسمعه في حياتك النهارده. اقول لك ان تم تغيير قانون من قوانين كرة القدم وهيتم تطبيقه من الموسم الجاي، بس مش ده اللي انا جاي اتكلم عليه ومش ده احسن حاجه هتسمعها. بس خلينا كده سريعا نقول ان القانون اللي هيتغير ان حارس المرمى اللي بيضيع وقت اكتر من 8 ثواني مش هتبقى تتحسب عليه ضربه حره غير مباشره، هيتحسب عليه كورنر. لكن الخبر الحلو فعلا وهو ان الاتحاد الانجليزي قرر يطبق قانون من اول النهارده في كاس انجلترا، وهو ان يبقى في وقت من الراحه للاعيبه المسلمين عشان يفطروا. الوقت ده مش مخصص عشان اللعيبه تروح ترتاح وتشرب ميه، او مش مخصص للمدربين عشان يقولوا حاجات وكلام تكتيكي في الملعب. الوقت ده مخصص ومعمول بالتحديد للعيبه المسلمين وقت الفطار. عمر مرموش وسام مرسي وعبد القادر خوسانوف وعلي الحماد وسير مزراوي ريان ايات نوري وادامه تراوري مدرب نادي بلايم. طبعا اسم محمد صلاح ما نزلش عشان هو خرج من الكاس. قبل كده كان بيبقى في وقت الفطار اللعيبه المسلمين وقت ما الكره بتقف في كورنر مثلا او رمي التماس، انه يبقى وقت مخصص لوقت الفطار، فدي حاجه يحترموا عليها بصراحه. لا تنساش تعمل لي فولو وفايتك.